عزيمه، كان في واحد مهندس موعدني يعدي عليا ياخدني، سيني سابني لغايه اخر النهار، والبلد في الحته دي الواحد اوضه على قد عياله، اشتري بيت حد التاني. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أبوهم القس بيحكي قصة عن المسلمين جيرانهم في الوطن، أو النصارى اللي هم جيراننا في الوطن، كيف يرون المسلمين وكيف يرون تعاملهم. هيحكي قصة مؤثرة جدا بتبين إزاي إنه الإله بيحبهم، وإزاي إن الإله بينقذهم، وإزاي إن المسلمين الوحشين الكخة اللي هم في مصر بيعاملوهم وحش، ولما المسلمين بيشوفوهم كده قساوسة ولا كده بيرموهم في الطريق. كل ده هنتمتع بيه وهنشوفه من كلام القس من فمه. وطبعا ما تنسوش طول ما انتوا بتسمعوا تقولوا هللويا، لان احنا هنشوف معجزة باهرة خطيرة جدا. اول معجزة بيقول ان كان مدعو في قرية، والقرية دي كل واحد فيها عنده اوضة على قد عياله. مع ان انا معرفش يعني هل في مصر كلها قرية كاملة مفيش حد عنده اوضتين، بيت 3 ادوار، دورين، طب بيت واحد 4-5 غرف، طب عشة من غرفتين، قرية كاملة كل واحد عنده اوضة على قد عياله، مفيش ولا واحد عنده بيت. ممكن مع النصارى كل شيء جائز. نكمل مع ابوهم القديس. اشتري بيت حد التاني. مركز بدر يا اسطى، قال لي والله لو لقيت ركاب اروح، ما اسمح لي اقعد. يعني انا اول واحد اقعد في العربيه، شويه جم 2 وبعد ال2 3 والعربيه اتملت. السواق دور وبدا يطلع كده. يبقى ابوهم القديس القسيس ركب العربيه، والعربيه طبعا كلها تكون مسلمين. نكمل. كانت لليل بعد حوالي 3-4 كيلو السواق بطل العربيه. قال العربيه فعلا عطلت، لكن العربيه بطلت، والسواق قال يا جماعه الحموله تقيله على العربيه، لازم حد منكم ينزل. اسالكم ايها الكرام، عمر في حد في حياتكم ركب عربيه وبعدين السواق وقف قال له الحموله زايده على العربيه لازم حد فيكم ينزل؟ ايه يا عم القس، هم الناس راكبه سفينه في البحر وبتغرق؟ دي سياره، يا تعطل بالكل يا تشيل الكل وتمشي، لان ده عزم العربيه. عزم السياره انها تشيل 14 راكب، يبقى هتشيل 14 راكب. مفيش حاجه اسمها العربيه مش قادره تمشي لازم حد فيكم ينزل. طب ليه ما يبقاش حدين؟ طب ليه ما يبقاش 3 ينزلوا؟ عرف السواق ازاي انه مطلوب واحد فقط هو اللي ينزل؟ يعني اذا كنت هتألف قصص متساوية، زي ما أهالينا في الأرياف بيقولوا كدب مساوي ولا صدق منعكش. بلاش تألف أي كلام. رجل مسلم راكب السيارة ومعاه مسلمين ومفيش معاهم إلا واحد قسيس، قال يا سبحانك يا رب. مشوا في الطريق بعد 3-4 كيلو بطل العربية وقال يا جماعة الحمولة زايدة لازم واحد فيكم ينزل. وبعدين لما هينزل واحد العربية هتمشي؟ هتمشي. ازاي الكلام ده؟ يبقى العربية مش عطلانة. نكمل مع أبوهم. هو قال على نفسه أبو صليب. نكمل مع أبو صليب. وأنا الوحيد أبو صليب. لقيتهم كلهم بيبصوا لي، فقلت لهم طب انا اعمل ايه يا جماعه لو نزلت؟ واحد قال لي معاك ربنا. قلت لك واحد فتح الباب، واحد بيشدني. ده تعامل المسلمين. هو يقول هنا انا الوحيد ابو صليب، يعني كل اللي كانوا في السياره مسلمين، لان هو الوحيد ابو صليب. المسلمين بقى اللي كانوا معاه في السياره عملوا ايه؟ فتحوا الباب ورموه في الشارع. طبعا اعمل ايه يا جماعه؟ قالوا له معاك ربنا، ونزلوه في الشارع لانه هو الوحيد ابو صليب. شوف القساوسه بيحاولوا يصدروا لشعوبهم ايه على المسلمين اللي هم اصلا عايشين في بلدهم. شوفوا بيصدروا ايه على المسلمين اللي هم اصلا قله بالنسبه للمسلمين، ومع ذلك يراد ان يقال للناس ان المسلمين ما بيرحموناش، ان المسلمين ما بيعاملوناش بالحسنى، مع اني اجزم واقسم بالله ان العكس هو الذي يحدث. وكلكم عارفين الكلام ده. اي واحد في مصر سواء متفق معايا او مخالف يعرف ان العكس هو اللي بيحصل مع القساوسة. ان لو القساوسة معديين في طريق مغلق بيفتح لهم الطريق، لان عارفين الناس اللي قافله الطريق ان القسيس هيعيط وفي الفتنة الطائفية وبيمنعونا نمشي يا باشا ويا ماما امريكا، فبيريحوا دماغهم. اتفضل يا استاذ عدي، اتفضل بصليبك عدي. كلكم عارفين الكلام ده. جميعكم يعرف ان لو في مستشفى قافله تفتح علشانه، لو في كمين قافل الشارع القسيس يعدي والشيخ يتفتش، وكلكم تعرفوا الكلام ده. وانا رجل مصري مش هندي، لكن هل النصارى هيشكروا للامن ولا للدولة الكلام ده؟ لا طبعا. لازم يصوروا الدولة ويصوروا المصريين ويصوروا الأمن إن إحنا عنصريين وما بنقبلهمش معانا، وإن لو إحنا في عربية بالليل والعربية عطلت بننزل النصراني ونفضل إحنا مع بعض. وعمر ده ما حصل. ولو كان هو ده منهج وأسلوب المصريين كان المفترض إنه لا يبقى في مصر نصراني واحد النهاردة. لو المصريين بالقسوة دي مع الأقلية يبقى ما كانش هيبقى واحد. بالعكس إحنا بنحميهم وبنحافظ عليهم. وافتكروا أيام انفلات الأمن مين اللي راح وقف أمام الكنايس وحماها ودافع عنها؟ لكن هل القسيس هيقول الكلام ده؟ طبعا لا. نكمل مع المعجزة الباهرة. فتح الباب،
واحد بيشدني. الموقف نفسه خلاني زعلت، وبعد ما العربيه كحكحوا ومشيوا انا قعدت اعيط. امال موقف زعله المسلمين القاسيين الوحشين، شدوه رموه في الشارع، والعربيه بعد ما كانت عطلانه سبحانك يا رب 7 هللويا و2 احبوا اعداءكم، العربيه قام كح مشيت. طب هي لما كح مشيت ما اتشعلقتش فيها ليه؟ طب هم لما مشوها ما وقفوش ياخدوك معاهم تاني ليه؟ يكونوا خدعوها؟ لا، هو المخرج عايز كده، المخرج عايز ان العربيه عطلت فنزلوا القسيس، وبعدين العربيه كح مشيت وسابوا القسيس، قام وقف يعيط. لما عيط رجل الدين المحترم اللي المفترض داعية إلى دينه عارف بربه، هيكلم ربه ازاي؟ المفاجأة، شوف معايا. دخلت مع ربنا في خناقة، هو ده كرمك لخدامك. بيقول لك دخلت في خناقة مع ربنا. الله، ده على كده بقى النص اللي بيقول ان يعقوب تصارع مع ربنا ويعقوب صارع ربنا كمان، ده على كده بقى عندكم الكلام ده حقيقي وبتعتقدوه. انا كنت بفكر ان انتوا بتضحكوا على الكلام ده طلع حتى القساوسة بيتخانقوا مع ربنا، مش يعقوب بس. اصل عندهم نص يا اخوانا بيقول ان يعقوب تصارع مع الله، والعجيبة انه صارع ربنا. والله يعني دخل في خناقه حره كده، مصارعه مع رب العزه سبحانه جل وتعالى عما يقولون، وناقل الكفر ليس بكافر. يعقوب دخل في خناقه مع ربنا، فقام يعقوب صارع ربنا ونيمه على الارض كمان. هنا ابوهم القس بيقول انا دخلت في خناقه مع ربنا. اذا كان هذا كلامهم عن الله الذي يعبدونه، فكيف هيكون كلامهم عن المسلمين والمصريين جيرانهم؟ يا سيدي كبر مخك، نكمل. أبهدل الذين يخدمونني، مش أكرم الذين. لا يعني انا لو قاعد عند ابويا واشتغلت مدرس ابتدائي مش كنت امسك خرزانه وادي العيال دروس واجيب لابويا فلوس؟ لكن كان ايه رماني على الشغلانه دي؟ لا، ما لو اشتغلت مدرس ابتدائي ما كنتش هتوصل للي انت وصلت له. انت مدرس ابتدائي بياخد كام؟ 3000 4000؟ انت راجل بتقبض بالدولار، والخير جاي، والنصارى والتبرعات والدعم وحاجه اخر جمال يعني. ده غير بقى غرف الاعتراف، والنساء اللي بتعترف على ايدك علشان خاطر يتوبوا، والبنات اللي بتعترف علشان تتوب، والرجاله اللي بتعرف اسرارهم علشان خاطر يتوبوا. انت هتسوي ده بانك تشتغل مدرس؟ هو ده كلام ينفع؟ نكمل. ليه رماني على الشغلانه دي؟ لا يا رب، لا 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 لا, لا. موازينك غش. شوفوا بيكلموا ربهم ازاي، بيقول لربه موازينك غش، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بيحضرني موقف لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما حصلت الهزيمة وهزم الجيش المسلم وقتل من المسلمين 70، وعلى رأسهم عم سيدنا النبي محمد سيدنا حمزة. بعد ما المعركة خلصت سيدنا النبي عمل ايه؟ قال لربنا لا يا رب موازينك غش، حاشا لرسول الله وحاشا لله. وهذا هو الفرق بين النبي وأتباع الأنبياء الذين يوقرون الله، وبين الأدعياء الذين يعبدون مصلوبا مبصوقا عليه. سيدنا النبي ماذا فعل؟ وقف الرسول صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة رضي الله عنهم صفوا خلفي أثني على ربي عز وجل. يا الله، ده انت لسه طالع من هزيمة، ده عمك لسه ميت، 70 واحد من الصحابة مقتولين، ومع ذلك النبي يقول لهم اقفوا ورايا اعملوا صفوف صلاة حتى أثني على الله، أمدح ربنا وأشكره على نعمه. وهنا النصراني علشان خاطر نزلوه من عربية، حاجة يعني العقل يذهل منها، نزل من سيارة يقوم يقول لربه موازينك غش. امال لو جالك مرض كنت هتعمل ايه؟ امال لو خد منك عيل؟ امال لو انهزمت في معركة لأجل انك نزلت من عربية صارت موازين ربك غش؟ هذا إيمان هش مغشوش. كمل يا ابوه. بديت افوق كده وقول يا واد لا يغلبك الشر بل يغلب الشر ايه، اصبر. واد ايه بقى؟ انت خليت فيها واد يا ابوهم، لا يغلبك الشر بل الشر تغلبه. تغلب ايه بقى؟ ده انت شتمت ربنا، تقول لربنا موازينك غش، وتقول دخلت في خناقه مع ربنا، وجاي في النهايه بعد ما خلصت تقول لي ما يغلبكش الشر. ماشي. لقيت عربيه بتدر كلاكس ورايا، عربيه ملاكي، ببص مواجدي بيه حافظ مدير المباحث كان هناك. نركب ازاي تمشي؟ انت ما تشوفش التعابين؟ تشوفش الديابه؟ شو ده حصل كذا كذا كذا، اللي بكره الصبح هجيب لك كل السواقين بتوع الخط ده، طلع لي السواق ده عشان اعلقه من رجليه قدامك واعلمه الادب. ايوه، اصل وجدي بيه حافظ ده شغال في غابه، واحد قسيس يقول له في مسلم عمل فيها كذا، فيقوم يجيب لك المسلم يعلقه من رجليه قدامك. صدقت انا، صدقوا يا ناس، صدقوا يا مشاهدين لو سمحتوا، لو تكرمت صدقوا. وجدي بيه حافظ كان هيجيب له المسلم يعلقه له من رجليه، ايوه، علشان خاطر ابوهم واقف في الضلمه. كمل يا ابوه. انبسطت بقى، الباشا هيجيب لي ايه؟
حقي. انبسطت ليه يا ابوهم؟ امال فين احبوا اعداءكم باركوا لاعنيكم صلوا من اجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم؟ فين احبوا اعداءكم؟ السواق ده مش عدوك دلوقتي؟ نزلك من السياره وسابك في الضلمه ومشي، مش صار عدوك؟ كتابك بيقول لك تحبه. المفترض انك كراجل محترم لما وجدي بيه حافظ يقول لك هيجيبوا لك علقه من رجليه تقول له لا انا ما اقبلش وديني ما يقبلش، وانا حتى لو انظلمت انا رجل دين اتحمل. انما تقبل ان واحد يتعلق من رجليه ويضرب علشان خاطرك مع انك انت قلت ان السيارة اتعطلت؟ يبقى الراجل كان معذور. فين حقك هنا في الموضوع ده؟ حقك انك الراجل يتظلم علشان خاطر تتشفى فيه؟ امال فين احبوا اعداءكم؟ بعدين مش عندكم النص بيقول ان اللي يديك ألمين او ألم واحد، من ضربك على خدك الايمن فأدر له الاخر ايضا؟ لو واحد اداك ألم على اليمين تديله الشمال يديك عليه ألم؟ المفترض تقول لي وجدي بيه حافظ يا وجدي بيه ده انا السواق ده هجيبه بكره ينزلني كمان علشان خاطر هو اداني على اليمين لازم اخد على الشمال. امال ايه؟ امال فين النصوص اللي عندكم تاخد حقك من الراجل الغلبان؟ لا حول ولا قوه الا بالله. كمل يا ابوه. وعند اخر ملف منحدر الاقي العربيه مقلوبه والجنب اللي انا كنت قاعد فيه مترحرح ميت في 2. فوجدي بيه بيقول لي انت كنت قاعد فين؟ قلت له جنب المرحوم ده وجنب المرحوم ده. وجدي بيه راح ماسكني وبيسني قال لي بص ربنا بتاعك غير ربنا بتاع المرحوم ده، طلعك زي الشعره من الايه. انا بكيت وخدت على جنب قلت له ما تاخدش علي، انا كنت بضحك معاه. يروح ماشي يضحك عاجبك. شفتوا النصبايا والكلام على ألسنة الناس؟ الوجدي بيه ده لو مسلم الكلام ده يدينه. وجدي بيه بيقول ربنا بتاعك غير ربنا بتاعه اللي هو رب المسلمين. فرب المسلمين يا عيني ساب المسلمين يموتوا في العربية، ورب النصراني القسيس طلعوا منها زي الشعرة. ياه صدقت انا حاجة عجيبة. المسيح الذي صلب وضرب على خشبة وكان بينادي حتى يبحث عمن ينقذه هو اللي سبحان الله عمل الفيلم ده كله. عطل العربية وخلى المسلمين ينزلوا الراجل علشان خاطر المسلمين يموتوا والراجل اللي شغال عنده هو اللي يعيش. طب الراجل اللي شغال عندك يا يسوع شتمك، بيقول انه دخل معاك في خناقة وقال انك غشاش، تقوم تنقذه برضه؟ يعني بتنقذ اللي بيشتموك، بتنقذ اللي بيهنوك، وما تنقذش المسلمين اللي بيقولوا ما اتخذ الله ولد؟ لا. وجدي بيه بيقول له ربنا بتاعك غير ربنا بتاعهم، فربنا بتاعك طلعك منها زي الشعرة. قام القس معيط. ينفع الكلام ده؟ ينفع النصارى يصدقوا هذا الكلام اللي مليان إهانة وطعن في رب العالمين وطعن في الدين وكلام إلحادي لما يقول دخلت في خناقة مع ربنا ودينك غش وموازينك غش يا رب؟ ده كلام يرضى عقل؟ ينفع الكلام ده لما يعمل إسقاط على زملائه وجيرانه في الوطن من المسلمين، جيرانك اللي أصلا لو بيتك اتحرق هم اللي بيطفوه، ولما بتجوع هم اللي بيتصدقوا عليك؟ واذكر التاريخ علشان ما تنساش، واللي حموك في أوقات الشدائد. تعمل إسقاط على المسلمين؟ ينفع الكلام ده لما يعمل إسقاط على قيادة أمنية ويقول إن القيادة الأمنية قالت له هجيب لك شخص علقه لك من رجليه؟ يعني قيادة أمنية ظالمة، واحنا ما سمعناش الكلام ده غير من القسيس. ينفع الكلام ده إنه يعمل إسقاط على أمن البلد؟ إن قيادة عنده استعداد يظلم مواطن مصري علشان خاطر قس قال له كلمتين عليه؟ ده كلام خطير جدا. ينفع الكلام ده انه يعمل اسقاط على قيادة امنية، ان القيادة الامنية قالت له ربنا بتاعك غير ربنا بتاعه وربنا بتاعك طلعك انت منها زي الشعر من العجينة؟ يعني قيادة امنية غير مؤمنة او قيادة امنية ملحدة؟ ده كلام ينفع يروج على الناس علشان خاطر الناس تقول لي هللويا الرب يباركك؟ متى يفيق النصارى ومتى ينتهوا عن هذا الكذب؟ وانا اتحدى النصارى انهم يذهبوا الى هذا القس لو كان عايش يعني ويقولوا له احكي لنا القصة دي تاني بنفس التسلسل ده. والله لا يمكن، لأن الكذوب نساي. ما تنسوش تقولوا هللويا 6 مرات. وفي النهاية الحمد لله على نعمة الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.